وقفت أم أيمن بنت قرية قبو العوامية في ريف اللاذقية صامدة رافعة راسها وحابسة دموعها بتحرس جثث أولادها وحفيدها في الوقت اللي عناصر مسلحة واقفين قدامها بيشمتوا فيها وبيمثلوا بجثث أولادها وبيتوعدوا بجرائم أكتر. لا بدي نظام ولا بدي حدا ولا اسمع. أم أيمن اللي فضلت جنب جثث ولادها حرساهم لمدة 4 أيام عشان تحميهم لحد ما تقدر تدفنهم، تجسيد صارخ للمجازر اللي شهدها الساحل السوري على مدار الأيام اللي فاتت. ماذا نعرف عن الساحل السوري؟ وعشان نفهم مع بعض ايه اللي بيحصل في الساحل السوري خلونا نمشي بتتابع الأحداث واحدة واحدة. الأحداث بدأت ليلة الخميس 6 مارس بعد ما تعرضت دورية عسكرية تبع القوات الأمن السوري في قرية بيت عاينة بريف جبلة بمحافظة اللاذقية للهجوم من مسلحين مجهولين اتقال بعد كده انهم تابعين لفلول النظام السوري السابق، ألا وهم المجموعة الموالية للمجرم بشار الأسد. قوات الأمن بطبيعة الحال ما سكتتش وبدأت تبعت دوريات مطاردة فلول النظام والجماعات المسلحة دي في كل مكان بالساحل السوري. الأمور اتطورت وبدأت المجموعات المسلحة تهجم بشكل منسق على عدد من الكمائن والمواقع في منطقة الساحل تحديدا في اللاذقية وجبلة وطرطوس، أدت لمقتل 13 عنصر من قوات الأمن. وزارة الدفاع تدخلت وأعلنت حالة الاستنفار وبعتت قوات من الجيش، لكن برضو تعرضوا للهجوم بسبب الكمائن اللي كانت منصوبة في كل حتة، فاضطرت الوزارة أنها تلجأ للطيارات المسيرة من نوع الشاهين، وبالفعل نفذت هجمات على عدد من المسلحين واستمرت الاشتباكات في كل الجبهات. ويبقى احنا كده لحد دلوقتي عندنا طرفين في الاشتباكات، قوات الأمن التابعة للدولة والنظام الحالي بقيادة أحمد الشرع وفلول النظام السابق طبعا بشار الأسد. لحد كده تمام، لكن اللي مش تمام ان الاشتباكات امتدت للقرى والمدنيين واللي انتهت بمجازر مرعبة في حق العلويين الفئة المستهدفة من الهجوم ده. والعلويين هم الطائفة اللي كان بينتمي ليها نظام بشار الأسد. وزي أم أيمن بدأ المسلحين يدخلوا البيوت في كل مكان بالساحل بيدوروا على الشباب، واللي يقول انه علوي بيعدم فورا، ده غير الشباب اللي بيتم قتلها بتهمة انهم تابعين لجماعات مسلحة هددت قوات الأمن. الإعدامات والمجازر في حق المدنيين اتهم فيها قوات الأمن وحكومة أحمد الشرع، لكن الشرع وحكومته أكدوا ان دول جماعات منفلتة ومتطرفة ومتطوعة، بالإضافة لأنه لم يعفي قوات الأمن من المجازر، وأكد أنه هيتم التحقيق واللي غلط هيتحاسب. وطالب الجيش والأمن بحماية كل المدنيين وعدم السماح لأي حد بالتجاوز والمبالغة في الرد، وطالب كل الفلول بتسليم نفسهم وسلاحهم عشان يخضعوا لمحاكمة عادلة. إنكم بفعلكم الشنيع قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان. مش بس العناصر المتطرفة من الأمن هي اللي ارتكبت المجازر دي، بحسب تصريحات عن مسؤولين سوريين بعد اغتيال عدد من قوات الأمن تطوعت مجموعات مسلحة من شمال إدلب للانتقام من العلويين. وبحسب تقارير أممية وشهود عيان القوات دي تابعة للعمشات والحمزات، والعمشات هم نسبة لقائد الفرقة محمد حسين أبو عمشة، والفرقة دي بتسيطر على عفرين مع انتشارها في الريف حلب الشمالي. أما الحمزات بقيادة سيف بولاد واللي بتمتد سيطرتها على عفرين وجرابلس، نفذوا الفصيلين دول عمليات ابتزاز وتهجير قسري ومصادرة لممتلكات المدنيين خاصة في عفرين وإدلب. ويبقى كده عندنا 3 أطراف متهمين: فلول نظام بشار الأسد، قوات الأمن السوري التابعة للنظام الحالي، والفصائل المسلحة المتطرفة المتطوعة ضد أي بني آدم يحمل سلاح بأي حق يكن. بحسب آخر إعلان للمرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفعت حصيلة الضحايا ل 1500 قتيل، أغلبهم من العلويين اللي اتقتلوا إما في بيوتهم أو في الحقول. وده بس عدد الضحايا اللي تم العثور عليه ورصده، في غيرهم آلاف الشباب المفقودين.
سوريا على مدار 14 سنة عاشت انقسامات وحروب، ولدت جبهات كتير متناحرة، السلاح بيدخل ويخرج بمنتهى السهولة، قواعد روسية وتركية وإسرائيلية، ده غير داعش اللي كانت سوريا بالنسبة لهم مركز القاعدة. ومع حكومة جديدة وسقوط نظام الأسد البائد اللي قتل واغتصب وشرد الملايين، بيجي نظام جديد برؤية جديدة بيحاول يوحد الصفوف. لكن مش معنى كده إنه مباح للنظام الحالي إنه يستبيح المدنيين لمجرد إنهم على نفس طائفة النظام البائد. لك والله لندعس على كل علوي.